يعني مش بس انه تهميش اقتصادي واجتماعي، عندك ايضا حق. تهميش سياسي. حتى بعد حصولهم على الجنسية اللبنانية ودعما من الرهبانيات والأخويات الكاثوليكية على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن الإجحاف المتمادي بحق الأكراد اللبنانيين، وهون بدي أقول لكم شغلة كتير مهمة كمان موثقة بالأرقام، على الرغم من تفوق عدد الناخبين الكرد في بيروت. يعني مثل مدام حنان، أستاذي حنان، يعني مفروض تكون ممثلة، مش هي أو غيرها، ما عم بحصر التمثيل بحدا، بس انه هي او غيرها، هاي الشريحة ما في اقليات مسيحية، مرة بيكون انجيلي، مرة بيكون سرياني، مرة اشوري، ما في مشكلة. يعني اول طلب الغاء الطائفية السياسية بصورة جذرية لتأمين صحة التمثيل عند الكل، ولا سيما او بمقعد نيابي تحت مسمى مقعد الاكراد، مقعد مخصص للكرد، تماما كالمقاعد المخصصة للأرمن الأرثوذكس. قارنا في طرابلس أقل من 6000 ناخب، بل أقل من 5000 ناخب عنده النائب. طيب بالبقاع الغربي الموارنة أقل من 6000.